السحور لما بياكل زبادي مش بياكله زي الناس، لا لازم ياكله بالسكر. ده غير اللي ما بياكلش الزبادي الا بطعم الفراوله. ده غير المتخلف عن البيت كله بيروح اصلا يجيب زبادو. طب مين امه اي ازايز بيبسي او عصير بتجيلهم بتروح غسلاهم وتملاهم وتحطهم في الثلاجه؟ تقولش كانت بتبيع كراتين وهي صغيره؟ طب مين امه لما بتجيب حاجه من السوق مش بترمي الاكياس، لا بتغسلها وتروح شايلاها؟ ده غير اللي امه بتجمع الشنط والاكياس في شنطه الخروج بتاعتها، تقولش فاتحه سوق الجمعه جواها. ده غير اللي بتجمع الشنط كلها وتحطهم في شنطه كبيره احتياطي للزباله. والله شنط الزباله عندنا كلها كشري حكايه، كبابجي رشيدي، مطعم طيبه السوري، سوبر ماركت دكان الحي، كلها حاجات من دي. طب مين امه عامله درج مخصص في المطبخ مش بتحط فيه سكاكين ومعالق، لا بترمي فيه الخرده بتاعت البيت، تلاقي فيه بقى كماشه، مفك عاده، مفك صليبه، ممكن تلاقي تروسيكل مرمي في الدرج. طب مين امه اي عيش بيتبقى مش بترميه، لا بتنشفه وتبيعه اللي بتاع العيش المكسر، اللي عندها العيش المكسر. ده غير اللي بتجمع زيت القلي في ازايز وتوديه لبتاع المنظفات تاخد بداله صابون. ده غير اللي امه بتشيل الزيت المستعمل وتبيعه للتروسيكل اللي بيعدي في الشارع. بنشتري زيت الطعام المستعمل، يلا يا ست البيت الكيلو ب5 جنيه. طب مين امه لما بتجيب علاج مش بتحطه في شنطه زي الناس، لا بتحطه في الثلاجه، تقولش خايفه على العلاج من الحر، يكونش العلاج هيحمد بره الثلاجه، والله فاتحه صيدليه في باب الثلاجه. طب مين عندهم تحت اي مرتبه وتحت اي سرير الكرتونه بتاعت الثلاجه مفروده؟ مش هيلاقي نفسه في الفيديو غير المصري اللي على ابو قديمه. لو لقيت نفسك في الفيديو اعمل لايك لاخوك، ما تستخسروش فيا عشان بصور في الصيام ورب الكون.